ورجعنا لكم بعد القعده الطاقه قوي على فقره فنيه جميله جدا جدا ومغني راب متوتر جدا جدا، بس هنفكه دلوقتي هتسمعوا بقى. انا بحب جدا يعني. ازيك يا خالد الاول؟ عامل ايه؟ الحمد لله. يوسف ام سي جو. ام سي جو. ركزت انا في اسمي تاني. عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويس؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. جو، انت بتغني راب بقالك قد ايه؟ احكي لي. انا تقريبا بقالي 3 سنين ونص تقريبا. انا ابتديت اغني من اواخر 2009. بس لحد دلوقتي بقيت اغني. ايه اللي خلاك تغني؟ احكي لي. بص يعني حضرتك، انا الاول كنت بسمع رابرز بيغنوا راب. بشوفهم ان هم بيقولوا اي مشكله في البلد، يعني اي مشكله عايزينها وممكن يناقشوها. ساخره دي حقيقه. ايوه حاجه. انا الراب بتاعي مثلا ساخر ممكن يعني بيناقشوها عن طريق ان هم مثلا كلمات بيكتبوها وبيسجلوا. يعني انا كل واحد بيغني راب بيألف كلماته لنفسه. يعني انا برضو بألف وبسجل وبعمل كل حاجه لنفسي. بس فن يا يوسف انك تبدا تاخد الكلمات العربي دي وتحطها ورا بعض وتقولها بالسطر دوت وتقولها مع البيت بالظبط. الموضوع صعب. انت كام سنه؟ انا عندي دلوقتي 16 و4 شهور. ما شاء الله. حلو ده. حلو. قول لي طيب، غنيت بقى قدام اصحابك؟ سمعتهم حاجتك؟ الدنيا كانت عامله ازاي؟ غنيت وطلعت كذا حفله، مثلا كالر فيستيفالز بيعملوه، مثلا بيبقوا عايزين مثلا مغنيين يطلعوا فبقدم وبطلع. اول ما الضيف بيقول لك طلع حفله وغنى قدام الناس ببقى هتجنن واسمعه. تيجي نجرب اول اغنيه؟ ماشي. الدنيا علمتني. الدنيا علمتني. يلا بينا. تحب تغني وانت واقف؟ انا عارف. يلا. علمتني حاجات كتير، ده انا كنت مغمض وكنت لسه طفل على السرير، ولما ابتديت اكبر عرفت ازاي اعبر، ازاي اعمل ده وارضي ده من غير ما اتكبر. عمري ما ابص للي فوقيا بقول ده احسن مني، انا ممكن يبقى عندي حاجه هو عليا يحسدني. واتعلمت برضو اني ما استحقرش اللي تحتيا، اتعلمت احترم الناس لان الاحترام بيرجع ليا. اتعلمت ازاي ان افضل ماشي ورا حلمي، عمري ما افقد الامل ولا اخلي حد يحبطني. بتعلم من غلطاتي ومش عيب اني اغلط، كل غلطه بغلطها بعديها عليها بخطط الحاجه اللي اتعلمتها ولسه بعمل بيها. بجيب مشاكل الناس بالراب انا بغنيها. لازم نتعلم من الدنيا، اهم حاجه اللسان، لو لسانك كويس عمرك ما تكون ندمان. الدنيا علمتني ازاي اتعامل واعيش، ازاي اتعب واشقى عشان اجيب العيش. عمري ما اسكت عن الحق، دايما بقول الظلم لا، بس في ناس كتير بتسكت عشان تعرف تعيش. الدنيا علمتني ازاي اتعامل واعيش، ازاي اتعب واشقى عشان اجيب العيش. عمري ما اسكت عن الحق، دايما بقول الظلم لا، بس في ناس كتير بتسكت عشان تعرف تعيش. اتعلمت احترم ابويا وامي، احترم اهلي، احترم الكبير، احترم الاصغر مني. اتعلمت اكون صبور، ده حتى الصبر جميل، واللي مكتوب لي هنوله حتى لو صيدت في النيل. مهما اشوف بلدي بتخرب عمري ما اسيبها واسافر. اتعلمت ادافع عنها احميها من اي مخرب كافر. انا مسلم انت مسيحي، اتعلمت نكون اخوات بيجمعنا مكان واحد مع بعض في كل الاوقات. اتعلمت ولسه هتعلم اكتر، قبل ما تعمل اي حاجه لازم قبليها تفكر. ولو مره فشلت اوعى تفقد ثقتك في نفسك، حاول مره تاني ممكن بمساعده حد هتاخد خبره من الحياه عشان تعرف تتعامل مع الناس. ابدا يوم جديد بجد اجتهاد وحماس، ابتسم كده للدنيا والحزن خلاص مفيش. قول الدنيا علمتني ازاي اتعامل واعيش، الدنيا علمتني ازاي اتعامل واعيش، ازاي اتعب واشقى عشان اجيب العيش. عمري ما اسكت عن الحق، دايما بقول الظلم لا، بس في ناس كتير بتسكت عشان تعرف تعيش. الدنيا علمتني ازاي اتعامل واعيش، ازاي اتعب واشقى عشان اجيب العيش. عمري ما اسكت عن الحق، دايما بقول الظلم لا، بس في ناس كتير بتسكت عشان تعرف تعيش. على حاجه انه بيغني من غير الحركات، من غير كل حاجه، هو بيقدم الفقره بتاعته الجميله في شويه حركات بس بيعملها بشكل ساخر جميل جدا جدا. شويه يعني بس. لا يا عم الدنيا حلوه. لا بس جميل جدا. احكي لي الاغنيه كتبتها امتى وليه؟ يعني ايه؟ لان اكيد بقى هو موقف. الاغنيه كتبتها، هي الاغنيه دي اخر اغنيه نزلتها، هي لسه جديده بالظبط الشهر ده لسه منزلها. بتكلم ازاي اتعلمت في نفس اللي انا بقوله ده، انا اتعلمت في الدنيا ان انا اتعلمت مثلا ان انا ابقى صبور، احترم الكبير، احترم اهلي. يعني انت كتبتها عشان حسيت الموقف ده ولا انت هو اللي انا بحسه بكتبه؟ يعني اللي انا بحسه بكتبه. بس انا يعني كنت ممكن اغني احسن من كده بس عشان متوتر شويه. لا فوق. وبعدين خلي بالك، يعني هو مش بيغني كله راب، لا ده حاطط في النص كده زي حاجه R&B، بيبين يعني صوتك قوي، بيبين ان انت عندك النبره الجميله اللي هي بتاعت ان انا اغني. حلو جميل جدا. وبعدين اغانيك كلها مواضيع كده.
كلها مواضيع. يعني مثلا لو غنيت الاغنيه الجايه اسمها اختفت الرجوله، بتكلم برضو عن مثلا الولاد، في مثلا شباب ممكن يخسروا مثلا صحابهم عشان خاطر بنت. طب هو سؤال واحد بس يا جو، يعني انت غنيت الاغنيه دي من شويه على سنك، ما عندكش الخبره الكافيه انك تعرف كل الحاجات دي في الحياه، فالكلام ده انت اللي كتبته ولا حد؟ انا اللي كاتبه. انت اللي بتكتب الحاجات دي؟ والله انا اللي خبرتك انت. ايوه والله حلو. طب يلا نسمع اغنيه الراجل انا معجب جدا جدا بيه. بس هو ده ربنا الراب الفنان يكتب حاجته زي ما هو، زي ما انت قلت يا جو، انك برافو عليك. تكتب اللي انت حاسه. برافو عليك. احكي لي عن اختفاء الرجوله او اختفت الرجوله. اختفت الرجوله، انت قلت لي هل ليها دعوه بحاجه او موقف برضه في حياتك، ولا برضه فكره جات لك كده؟ هي الصراحه يعني نصها حقيقي. يعني هي حصل مع نص الاغنيه حقيقي. نص الأغنية. أنا عايز معانا أسمعها. طيب. انا عايز اسمعها. Yo. عايش حياته عادي بس بيفضل بنات عن الرجاله، بصاحب ورا التاني عشان عيله برياله ما تسواش انه يخسر صاحبه اللي متربي معاه من صغره. هيتباع زي ما باع صاحبه اللي واقف معاه طول عمره. البنت كانت بتقول له صاحبك ده مش عاجبني، كانت بتغير من صاحبه قالت له هتفكس منه يا اما تسيبني. اختفت الرجوله وباعه بكل سهوله، صاحبه ما استوعبش قال دي حاجه مش معقوله. بعد عشره عمر الطويل رماه في الزباله عشان حته بنت عارفها بقاله شهرين ثلاثه. فضل قاعد حزين يفكر هو باعه ليه، فضل يكلم نفسه يقول ازاي انا هنت عليه. ده انا عمري ما اتاخرت في حاجه طلبها مني، اخرتها يفضل بنت عليا ويبعد عني. دمعته نزلت من عينيه، ده كان صاحبه الوحيد وكان كل ما يشوفه معاها الحزن عليه بيزيد. حلوه. اغانيك قصيره حلوه. يعني الاغاني بتاعتك قصيره مش طويله، خدت بالي. هو انا يعني لما باجي بكتب بتيجي فكره في دماغي تانية في دماغي اكتب عن دي، فبسيب دي اكتب دي. مش بتحاول، انت مش رابط نفسك بوقت معين، مش الاغنيه لازم تبقى 3 دقايق فانت هتعمل اللي عشان تبقى 3 دقايق، لا انت حاسسها دقيقه زي ما بتطلع، ده اللي انت بتعمله. صح مظبوط. رايي انا وناس كتير شخصي ده احلى. يعني انا عايز اسمع ده، عارف ليه؟ انت عملت حاجه قصيره، حطيت كل حاجه حلوه فيها زي ما انا سمعت دلوقتي، فخلاص انا سمعت حاجه حلوه خلاص، لا طولت وبقت تقيله ولا بقت قصيره قوي فبقت انها فقيره، فهي في النص وفيها كل حاجه حلوه. ده جميل قوي. اللحن بقى يعني كان شويه عن المزيكا. اللحن انا بختار على الموقف اللي انا يعني اللي انا هغني عنه اختاره، وانا بجيب الالحان بيتس جاهزه. البيتس جاهزه، بس بختار الموقف. يعني مثلا ده موقف حزين زي ما حضرتك شفت، يعني البيت كان حزين شويه عن نفس الموقف برضو زي ما الدنيا علمتني برضو. يعني بيت فيها سلو روك قوي كده. الاثنين مش ساخر، الاثنين مش غنى. يعني انا عارف انك في جزء من اغانيك برضو ساخر، بس اللي احنا سمعناه ما فيهوش التريقه او ما فيهوش ده. هل برضو انت بتحدد نفسك في حته ولا على حسب ما بتجيلك؟ هو في ساخر مودك يعني مودك بيبقى ايه؟ هو في انا بحب الساخر اكتر يعني. بس يعني ده حلو. لا وبتجرب يعني بتجرب تعمله وتسمعه برضه للناس. بتحس ايه اللي بياكل مع الناس اكتر؟ الساخر. الساخر بياكل مع الناس اكتر. احنا بنحب الكوميديا اصلا، احنا بنحب التريقه، انا بحب اكتر. يعني المصريين احنا بنحب دايما نتريق على الحاجات ما هو انا برضه بحب اتريق على كده. شفت طويله دي صنع في الصين. صنع في الصين دي اغنيه يعني لسه كتابه جديده برضه من يومين. بتكلم برضه بس كده من يومين. وعلى فكره في اما الدنيا علمتني دي كانت ايه؟ الدنيا علمتني دي من في نفس الشهر. لا اليوم يعني اليوم اللي انا بكتب فيه التراك مش يوم كامل. انا باخد يعني في التراك الكامل يعني انا تراك تاليف وتسجيل وكتب وكل حاجه 4 ساعات ابقى تراك محضره لك. والله والله ما شاء الله ما شاء الله، برافو عليك. دي موهبه جميله جدا. احكي لي على صنع في الصين. صنع في الصين دي انا شايف ان الحاجات يعني كل 3/4 بقت الحاجات كلها صين يعني الصراحه انا شايفها يعني. فنفسي يعني نزل كل غرقت يعني عايز تبقى حاجه يعني عايز مصر بقى تبقى بقى حاجه جامده يعني. طب ما تسمعنا انت قلت ايه بقى؟ شعب جامد يعني. Dancing on the beat. في يوم
حبيت انزل اشتري شويه حاجات، اجيب ساعه وكوتشي على شويه تيشيرتات. اتخنقت من كلمه شايفها في كل حته شمال ويمين، كل ما امسك حاجه الاقي مكتوب عليها صنعه في الصين. هدوم وموبايلات حتى الجزمه رباط، ساعات حريمي في وشي على شويه نظارات، غسالات وبوتاجازات حتى العربيات. وياريت حاجات مدينه دي كلها غلطات. فين صناعه بلدي؟ فين الصناعات المصريه؟ امتى افتخر ببلدي واقول صناعتنا 100 صاحب المحل قال لي شوف لك حته تانية تشتري منها، قررت ما اشتريش غير صناعه بلدي ما اجيبش غيرها. مشيت لحد محل فاضي ما فيهوش ولا زبون، قلت له فين زباينك؟ قال لي كله بيشتري مستورد. قلت له انا هشتري بس فرجنا على الهدوم. قال لي زي ما تحب بس افتكر اني حذرتك، كله صناعه في الصين امتى نصنع لنفسينا؟ نفس صناعتنا تبقى قويه، نفس صناعتنا تبقى متينه. مش بقلل من مقامك مش بقلل من مقامي، جرب اشتري حاجه مصري ساعتها هتعرف معنى كلامي. كله صناعه في الصين امتى نصنع لنفسينا؟ نفس صناعتنا تبقى قويه، نفس صناعتنا تبقى متينه. مش بقلل من مقامك مش بقلل من مقامي، جرب اشتري حاجه مصري ساعتها هتعرف معنى كلامي. فرجنا على الهدوم ما لقيتش ولا حاجه عجباني، وقلت اجامله واقيس قميص عشان ما بقاش اناني. وانا بلبس القميص وبدخل ايدي في الكمين، حصلت حاجه غريبه القميص اتقسم نصين. صاحب المحل قال لي هدفع حقه وامسكني. قلت له طب بص هناك، على طول طلعت اجري، على طول طلعت اجري. ايوه كله صنعة في الصين امتى نصنع لنفسينا؟ نفس صناعتنا تبقى قوية، نفس صناعتنا بتبقى متينة. مش بقلل من كلامك مش بقلل من مقامي، جرب اشتري حاجة مصري ساعتها هتعرف معنى كلامي. كله صنعة في الصين امتى نصنع لنفسينا؟ نفس صناعتنا تبقى قوية، نفس صناعتنا تبقى متينة. مش بقلل من مقامك مش بقلل من مقامي، جرب اشتري حاجة مصري ساعتها هتعرف معنى كلامي. قول لي ازاي بتنمي الموضوع ده عندك، موضوع الموهبه الجميله دوت؟ يعني انا عادي، انا الراب ده يعني بالنسبه لي حاجه كبيره قوي 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 يعني في حياتي، فببقى مهتم بيه فبعرف اجيب الكلمات. يعني انا لما باجي بالف بقعد في الاوضه لوحدي، حتى دايما والدتي تقول لي انت بتقعد في الاوضه لوحدك ده كده خطر، واطفي النور ومالكش دعوه بينا خالص ده بان من اول توترك ما دخل، انا شفتك قلت انت وحيد. قول لي طب يعني في البيت بيناموك ازاي؟ مين مثلك الاعلى اللي في البيت دايما تحب تتفرج عليه؟ بتسمع ايه راب؟ يعني قول لي بتسمع اصلا عربي اكتر؟ بسمع عربي اكتر. يعني في باند اسمه الاف في اي، الاف في اي دول من برضو الاندر جراوند. اف في اي كويسين جدا، جامدين جدا يعني. ويعني ان شاء الله يبقوا حاجه عاليه جدا. انا مش شباب زي كلهم كده. ايه هم كلهم شباب ربنا يخليك، بس دول يعني حاجه عاليه جدا. الاف في اي دول يعني انا نفسي اشوفهم حاجه معروفه. اللي هو برضو في واحد منهم، هم كلهم ليهم افضال عليا يعني. وبرضو اللي كان بيساعدني في شويه حاجات شخص اسمه ايزو، اف في اي اسمه اسلام من باند الاف في اي. يعني شخص كويس، هو برضو اللي بقى ابتدى يعرفني عشان هو قديم قبل مني بالراب. كله بيساعد بعض في الاندر جراوند، لازم بيساعدني وابتدى يقول لي على كل حاجه وبس. انت نورتنا جدا والله يا يوسف جداً. في البرنامج ام سي جو كان معانا النهارده. هتغني لنا اغنيه مفاجاه انت تعملها؟ مفاجاه اغنيه عاملها البرنامج عز الشباب مخصوص. اكسكلوسيف ليك اهو، يلا بينا. هتشوف عز الشباب على روتانا مصرية، هتشوف مواهب كانت تحت الأرض متدارية، هتشوف أخبار جديدة أخبار تهمك وتهمني، هتدخل معانا في عالم تاني بس اسمعوا مني. هتسمع مزيكا كلاسيك وروك وراب وأنواع تانية كتير بيقدمها كتير شباب، فركز معانا وتابعنا كل يوم من أول ما تصحى لحد ما تذهب للنوم، عشان تتثقف تتمس وتعرف كل مفيد. عز الشباب دايما بيقدم لنا كل جديد، أيوة بيقدم لنا كل جديد. هتتابعنا كل يوم، هتتابعنا الساعة 6، اوعى تنسى الميعاد، ابقى سجله في الأجندة.